بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض سلطة بتنجان خطيرة. يعني أول حاجة مع بعض نعملها الدريسنج وبعدين نشوف السلطة هتتعمل ازاي. هنجهز مع بعض كوبايتين زبادي. السلطة دي ممكن نعملها من غير دهون خالص، تبقى سلطة صحية وما بتبقاش سلطة، ممكن تبقى طبق رئيسي لأنها فيها كل حاجة. أنزل بكوبايتين الزبادي عليهم 3 معالق كبار طحينة ومعلقة توم مطحون وشوية ملح، وطبعا اعصر ليمونه كامله. بس كده. حط بقى ايه عليها ميه سخنه، اقلب بمعلقه جامد اوي لحد ما الخليط يدوب. يستحسن ان انا يعني اقلبها بمضرب، يعني انا فضلت اقلبها كده وفي الاخر جبت المضرب، مضرب يدوي عادي، اقلبها الخليط كله هيتماسك مع بعضه كده هيمتزج. بس كده. ابدا بقى اجهز السلطه. اول حاجه عيش محمص، ممكن يكون محمص في الفرن او في الاير فراير او في الزيت براحتك خالص. ودي فراخ بانيه مشويه ومقطعاها، يعني مشويه كده على الجريل، متبله ومشويه على الجريل او طاسه، يعني اي طاسه عندك. برضو بطاطس مكعبات صغيره محمراها، تحبي تحمريها في زيت حمريها، في الاير فراير في الفرن براحتك خالص. وبرضو بقى البتنجان، ويكون البتنجان كتير لان اساسي في الوصفه دي البتنجان. بس خلاص سهله جدا وما فيهاش اي حاجه، وانا بعتبرها وجبه متكامله بصراحه. احط عليها الدريسنج الحلو بتاعي ده، وممكن تستبدلي الطحينه بمايونيز وبيبقى طعمها حلو قوي، بس بالطحينه بتكون اخف. وارش عليها رشه بقدونس، المفروض ان انا ارش معاها كمان رمان بس ما كانش عندي رمان فحطيت البقدونس. وكده الوصفه تكون جاهزه معايا. ابدا ازوقها بقى بعيش تاني عشان القرمشه بتاعتها تبان. طبعا دي بتتعمل قبل التقديم، يعني قبل التقديم على طول علشان العيش ما يبوش. وطبعا يعني تيجي تجربي بقى منها معلقة كده، تاخدي بقى منها معلقة، بتطلع طبعا البتنجان مع البطاطس مع العيش مع الدريسنج بتاعها ده. الطعم خطير يا جماعة، بجد بجد الطعم خطير. سهلة وبسيطة وتعتبر وجبة متكاملة، أنا ما بعتبرهاش سلطة. جربي بقى الوصفة، واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا.